ما تخليش الساقية تنسيك الناس اللي انت بتلف في الساقية عشانهم. أحمد كان راجل ناجح جدا في شغله، مهندس شاطر وعنده شركته الخاصة. من كتر نجاحه وانشغاله يومه كله كان عبارة عن مكالمات، اجتماعات، سفر. كان مقتنع إن دوره في الحياة هو إنه يوفر لعيلته أحسن عيشة، يدخل ولاده أغلى مدارس ويأمن مستقبلهم. بس المقابل إنه كان ما بيقعدش معاهم، بيرجع بالليل متأخر والكل نايم، وينزل الصبح بدري قبل ما يصحوا. ابنه الصغير يوسف كان عنده 8 سنين، وكان دايما بيحاول يكلم أبوه أو يلعب معاه زي أي طفل. بس رد أحمد الثابت ليه: مش فاضي، ورايا شغل، سيبني أركز. في يوم رجع البيت أحمد الساعة 11 مساء، تعبان ومجهد. لقى يوسف قاعد وصاحي ومستنيه على الكنبة. أحمد اتنرفز شوية وقال له: إيه اللي مسهرك لحد دلوقتي؟ مش عندك مدرسة الصبح؟ الولد بص له بتردد وقال له بصوت واطي: كنت عايز أسألك سؤال لو مش هيعطلك. أحمد نفخ وقال له: اخلص يا يوسف، سألني بسرعة عشان عايز أنام. الولد قال له: بابا، هو أنت بتاخد كام في الساعة من شغلك؟ أحمد بص له وحس إن السؤال فيه قلة أدب، وقال له بعصبية: وأنت مالك بالحاجات دي أمور كبار، وبعدين أنا ساعتي غالية جدا ومحدش بيسأل أبوه الأسئلة دي. يوسف بدأ يكش في نفسه وقال له: عشان خاطري يا بابا، قول لي الساعة بتاعتك بكام؟ أحمد عشان يخلص منه قال له: يا سيدي ساعتي ب 400 جنيه. ارتحت؟ روح بقى نام، عايز أنام. الولد نزل راسه في الأرض ودخل أوضته وهو زعلان. أحمد بعد ما قعد وهدي حس إنه قسي على ابنه قوي، وهو في الآخر طفل ما بيفهمش حاجة. قام ودخل وراه الأوضة، لقى يوسف قاعد على السرير ودموعه على خده. أحمد قعد جنبه وطبطب عليه وقال له: خلاص ما تبكيش، أنا آسف، كنت متعصب شوية. قول لي بقى، كنت بتسأل ليه؟ يوسف ابتسم ودموعه على خده ومد ايده تحت المخدة وطلع الحصالة بتاعته وفتحها وبدأ يعد الفلوس الفكة على السرير: 5 جنيه، 10 جنيه، لحد ما جمعهم. وبص لأبوه بفرحة بريئة وقال له: بابا، دول 200 جنيه، أنا محوشهم من مصروفي وعديتي بقالي شهور، ممكن تاخدهم وتديني بس نص ساعة من وقتك بكرة تقعد معايا فيها ونتعشى سوا وتسمعني وأنا بحكي لك عن صحابي في المدرسة. أنا مش عايز لعب، أنا عايزك أنت بس. أحمد حس كأن في جبل وقع فوق دماغه، الكلام لجم لسانه، وبص لل 200 جنيه الفكة وبص لوش ابنه اللي كل أمله في الحياة إنه يشوف أبوه. عرف في اللحظة دي إنه كان فاهم الحياة غلط، إنه عمال يجري عشان يشتري لولاده حاجات في حين إنهم محتاجين ذكريات، محتاجين أب يحتضن ويسمع ويطبطب، مش مجرد بنك بيصرف وبس. أحمد خد ابنه في حضنه وبكى بحرقة وقال له: الفلوس دي بتاعتك، وبكرة أنا أجازة من الشغل واليوم كله ليك. أولادنا وأهالينا مش محتاجين فلوسنا قد ما محتاجين وجودنا. الوقت بيجري والأولاد بتكبر بسرعة، واللحظة اللي بتفوت ما بتكونش جنبهم فيها ما بتتعوضش ب1,000,000 جنيه. ما تخليش الساقية تنسيك الناس اللي انت بتلف في الساقية عشانهم. سيب الشغل في الشغل وادي لبيتك وأولادك حتة من روحك، وقتك قبل ما تكبر وتلاقيهم كبروا وعاشوا حياتهم وتندم انك كنت غايب وهم محتاجينك. الفلوس بتيجي وتروح، بس عمر ولادك ما بيرجعش لورا.